دلوقتي احنا جينا على الجان رينج، بس اللين كانت اوريدي ابتدت، فانا هفرجكم على الجان رينج اللي احنا بنصطاد فيه بتاع بيل كارتر. ده الجان رينج، دي الحيوانات اللي اصطادها بيل كارتر حوالين العالم كله. تلاقوا فيه كتير منها جدا من عندنا احنا من افريقيا. حاجة قمة في الجمال. ده حجم الإلك مقارنة بالديب، وحجم الوايت تيل. وده الأوداد، وهنا الدب، وده الميول دير وهو بيتخانق مع بوب كات. طبعا الإلك حجمه رهيب يعني. في زيبرا وبلو بيست، والغزلان بتاعتنا احنا في حجمها 2 3. دي اللي الشاعر اتكلم عن عيونها. بعدين الكيب بافلو، بعدين الماونت بتاعت أسد كامل. طبعا جميلة جدا. دلوقتي ممكن نروح نبص على الاكسسوارز والبنادق اللي موجودة في كارترز كانتري. النهارده يوم رايق هادي خالص يعني، احنا ممكن نبص على الحاجات اللي موجودة. ده هنا كله وايت تيل برضو، وموسم الغزال. شايفين الجمال بتاعه. خطير. ده هنا الركن بتاع الاي ارز. هنا ممكن تبني الاي ار بتاعتك from A to Z بكل حاجة انت محتاجها عشان تبنيها. تبتدي بالمواسير، وبعدين الابر ريسيفرز. طبعا هي فاضية، انت لسه بتحط البي سي جي يونت بتاعتك جواها وتملاها. بعد كده اللور ريسيفرز، والجاردز، drum magazines، ستوكس. لطيفة جدا 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 يعني. عندك اوبشنز عظيمة. هنا بوفرز مقاساتها وانواعها، تشارجينج هاندلز. بعد كده الهاند جاردز. نبتدي بقى نتفرج الاول على الاي ار بلاتفورمز بانواعها. ارسنال عظيمة طبعا. بعد كده في بامب اكشن شوتس. دول كلهم براونينج. بريتا، براونينج، ستوجر، هاسبرج. بعد كده بندخل على الليفر اكشن. بعد كده دي البولت اكشن.
بعد كده بنادق الصيد البولت اكشن بانواعها. طبعا يا جماعه احنا بنتحرك البولت اكشن احنا تحتينا المسدسات كلها. هنا في ركن خاص للحاجات المستعمله، دي كلها بنادق مستعمله لو حد عنده بندقيه عايز يبيعها. وهنا ده برضو جزء برضو خاص، حد عنده بندقيه عايز يبيعها بيجيبها لهم ويبيعها لك. طبعا دي عليها تلسكوب، انا مش عارف نوعه بصراحه، اول مره اشوف حاجه بالحجم الخرافي ده. الحاجات المستعمله طبعا بتشوف حاجات رهيبه. احب اقول لكم ان سطر البنادق ده كان تحتيه بالكامل كله مسدسات، يعني واحنا راجعين كده الجزء السفلي كله المسدسات بجميع انواعها. بس سمعت ان هنا كلها ريفولفرز، طبعا الريفولفرز هنا دي كولت 1911، ما كلها 1911. دي بقى توروس، في كولت، في على حسب النوع الموجود. احنا لسه برضه في 1911. في حاجات بقى طبعا كولكشن اديشنز رهيبه. وعندهم ديزرت ايجل وكيمبر، عندهم كل حاجه. انا بحب كارترز كونتري اصلا. اتفضل ماجنم ريسيرش ديزرت ايجل اهو، ديزرت ايجلز تحت. بعد كده دي المسدسات الصغيره الكيمبر بتاعت الكونسيل كاري. بعدين البريتا 92 بتاعنا. كل ده سبرينغفيلد. طبعا هو مهول يعني من الاماكن الرائعه جدا يعني. HMK. بريتا برضو فوق الكلوكات. بعد كده الاوبتكس، دي كلها اوبتكس بتركب على المسدس نفسه مش للاي ار، دي اوبتكس للمسدس. بعد كده الاوبتكس بتاعت الرايفلز طبعا جميل جدا جدا جدا. هنا ممكن تشتري البندقيه ويعملوا لها كاستمايزيشن ويركب لك عليها السكوب ويركب لك عليها الاكسسوارز وياخدها يحطها لك في الرينج يظبطها لك ويديها لك جاهزه على الصيد على طول. فهو يعني all in one stop shop مع كارترز كونتري.